صباح الفل. جماعة، عارفين الأيام اللي أنت بتبذل مجهود أصلا عشان تفوق نفسك؟ يعني معدي 16 ساعة نوم ومش فايق، صاحي مش قادر، مع إنك أصلا امبارح ما عملتش أي حاجة زيادة خالص. الناس دايما بتقولها ان انت ما عندكش شغف، الى اني ما عنديش طاقة اصلا اسأل يعني ايه شغف. انا واصلة للحتة دي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج فصفصة اللي هنعبر فيه يعني ايه نشحن طاقتك. عشان انا كنت واحده من الناس اللي فاهمه ان طاقتي خلصت بس مش عارفه بشحنها ازاي، ومهما خرجت او حتى عملت سفريه جديده انا بكسل اخطط للسفريه وانا لسه هحضر شنط. يا جماعه تعالوا نفصص الموضوع مع بعض بالراحه. مبدئيا ده طبيعي قبل ما ابدا اقول اي حاجه ان احنا كده مش بنأفور ولا داخلين على مراحل اكتئاب ولا الاكس اللي عامل فينا كل ده عشان انتي بتتلككي اصلا وانا شايفاكي من عندي. الاحساس ده طبيعي جدا وبيحصل في اوقات مختلفه، واحنا هنفهم ايه الاحساس وليه بيحصل لنا وازاي نطلع منه. تعالى بقى افهمك اول مفهوم في علم النفس سميه psychological energy leaks، يعني ثقوب نفسيه. من الاخر انا كنت واحده من الناس مقتنعه تماما ان طاقتي النفسيه بتخلص عشان ورايا حاجات، او عشان في نفس الروتين، او عشان الشغل كتير، كنت بلبسها في اي حاجه يعني. لان في جامعة ستانفورد كان في دراسة اتعملت أثبتت إن المخ البشري بيفقد أكتر من 20% من طاقته على إيه بقى؟ تخيل أنت يعني الاوفر ثينكينج اللي هو اصلا 24 ساعه شغال عندنا، المقارنات على السوشيال ميديا، ارضاء الناس على حساب نفسنا. يعني متهيألي كل تعاملاتنا اللي بنعملها في اليوم دي بتاخد اصلا من طاقه مخنا. مش عايزه اقول ان غبائنا بيزيد بس غالبا ده بيحصل. فجسمك على طول بياخد اوردر لان مخك طاقته بتروح، فجسمك بياخد اوردر ايه؟ ان احنا في معركه او في حاجه محتاجين نسرفايف، فبيبتدي يفرز هرمون الكورتيزول، فبتحس ان انت صاحي مضروب علقه. عارف انت الايام دي اللي هو انت صاحي انت بجد جسمك كله وجعك مع انك ما عملتش اي حاجه، انت نمت بس مش اكتر، فانت مش ملبوس، ما تقلقش عشان ما تخافش او حاجه بقى عايزه اعبر عنها قوي، ودي كانت بتحصل لي انا شخصيا. ان انا اول ما طاقتي بتخلص بقرر خلاص بقى انا هقعد لوحدي، ده الحل المثالي بالنسبه لنا. اول ما بقعد لوحدي بكتئب ازيد. ما فهمتش الحل لحد ما قريت كتاب تحفه لعالم نفسي اسمه كريج بيل. الكتاب ده كان بيفرق ما بين حاجه اسمها الوحده والعزله. في حاجه اسمها عزله ايجابيه positive solitude. الوحده ده اصلا شعور حرمان، اما العزله ان انا بعرف اقعد مع نفسي بجد. ومع نفسي دي يعني ايه؟ معناها انه من غير بني ادمين، من غير اي سكرينز، لا ماسكه تليفون ولا بتفرج على حاجه ولا سرحانه في مسلسل، من غير اي تشتتات، من الاخر لمده 20 دقيقه في اليوم. الانيل بقى ان انا لما دعبست لقيت ان الدراسات اصلا اثبتت ان انت بتريتشارج وبتشحن طاقه مخك بجد بنسبة 40% لما بتتعود تعمل ده كل يوم، حتى لو انت مش متضايق او طاقتك مش خلصان. ده اصلا بيزيد من تركيزك، بيزيد من طاقتك الذهنية، بيزيد من ابداعك لو انت شغلك فيه افكار ولازم تعمل افكار وتكتب في حاجات والكلام ده كله. فلازم تتعود تقعد من غير تشتتات، من غير ما تتوحد. يعني عشان انا كان عندي المشكله دي، ما كنتش عارف افرق ما بينها وما فهمتهاش غير بعد ما قريتها. انه فكره ان انا لما ابقى متضايقه اقعد لوحدي، يا جماعه انا بكتئب ازيد، انا ببقى خلاص الانتحار اهو احنا رايحين له. ما بقاش فاهمه انه انا مش عايزه وحده، انا عايزه تايم معين اقعد فيه بجد مع نفسي واعمله ازاي. في بقى كتاب تاني اسمه The Art of Everyday Ecstasy، طلعت منه بمفهوم لذيذ جدا. هو قال لك اصلا انت من الاول ازاي طاقتك دي تحافظ عليها ويبقى عندك طاقه اغلب الوقت. ما انا مش كل شويه بقى هقعد اشحنها واقعد 20 دقيقه باصه في السقف، برضو يعني عقلانيا او في الروتين الواقعي اللي احنا فيه صعب انها تتعمل. لكنه اكتر حاجه تساعدك على الحفاظ على طاقتك هو احترام حدودك. لخصهم فيه ان انا بعرف اقول لا. يعني ما ينفعش ان انا اكون متاحه طول الوقت لكل الناس، ما ينفعش ان انا اكون مستمعه جيده طول الوقت لكل الناس، ما ينفعش اي حد عنده اي مشكله يجي يرميها في وشي وانا ابقى بسمع وبحل طول الوقت، ما ينفعش انه انا ابقى عندي استعداد لمساعده الناس التانية طول الوقت. انا مثلا واحده من الناس كان عندي المشكله دي، لانه انا دايما عندي احتياج ان انا بالعكس انا بساعد الناس بتبسط، بس لقيت انه فعلا بعد ما خلاص انا ساعدت الشخص ده وشكرني وحسيت بالانبساط كده ان انا ساعدت حد في حياته وكل الكلام ده، بحس ان في جزء من طاقتي اتاخد في هنا، هم انا شلته، مشكله تانية انا حلتها، مشكله تالتة انا فكرت فيها مع الشخص اللي بحاول اهديه عشان نحلها. كل دي طاقات قاعده عماله تتسحب. هل ما نعملش ده؟ لا نعمله طبعا، بس الفكره ان احنا نعرف امتى نوقفه،
او امتى انا استشعر ان طاقتي خلاص ابتدت تنتهي، فممكن اقول لا طب معلش الوقت مش مناسب، او لا انا مشغوله دلوقتي، او لا انا مش هعرف ارد على التليفون دلوقتي. اتس نورمال ان انا اعمل ده. بالعكس ده اللي ممكن ما يوصلنيش لمرحله ان محتاجه اقعد كل يوم 20 دقيقه ببص في السقف عشان طاقتي النفسيه خلصت. في شويه حاجات بقى عايزه اقولها لكم، انا حسيت ان انا مسميها ترميم للنفس. انا بظبط نفسي، بظبط مودي، والحاجات دي بجد بعيده البعد التام عن اللي للاسف بنلاقيها في السوشيال ميديا، او الناس بتطلع تقولها حتى، ان انت لما تشتري حاجه يبقى انت هتفكي مودك، لما تسافري سفريه يبقى انت كده فكيتي مودك. في ناس بتعرف تاخد ترميم الروح ده من الاكسبيرينس اللي راح تعملها دي. بس انا لو نزلت اشتري حاجه وما عملتش الترميم اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي ده، ملهاش اي لازمه. هشتري حاجه واروح ابقى متضايقه وابص عليها واعيط، وده بيحصل لناس كتير. ايه الترميم بقى؟ كاني ماشيه خطوه بخطوه مع نفسيتي. اول ساعه في اليوم واخر ساعه في اليوم بنهيهم من غير اي شاشات، ودي حاجه فعلا لما عملتها فرقت معايا قوي. معرفش ليه، بس حسيت ان انا الدوشه بتاعه السكرينز، بتاعه انه في احداث كتير قوي في المسلسل او الفيلم ده، في ريلز كتير قوي بتفرج عليها، في افكار كتير قاعده عماله تنط في دماغي، طب ما تعملي ريل عن كذا انت كمان، طب ما الفكره دي حلوه ممكن تاخديها في حلقه مش عارفه ايه. انا عايزه اسكت، يعني عايزه اسكت دماغي، فببعد عن السكرين تمام. بلاقي نفسي ابتديت امل وابتديت ابقى عايزه انام، باكل موزه وبشرب لبن بدخل انام عادي جدا. فبحس خدت الهدوء قبل ما ادخل انام. لما يبقى في دوشه وبدخل انام ما بعرفش انام كويس، ما بعرفش اخد الكواليتي بتاعت النوم ان انا كنت اوريدي في هدوء فعرفت ان انا انام. بسميها لو دوبامين، بمعنى حاجات بعملها بتبسطني تافهه جدا، زي اني بنزل اتمشى، باخد بنتي وبروح السوبر ماركت كل يوم نجيب حاجات حتى لو احنا مش محتاجين، او حتى لو مش هناكلها النهارده، بنزل اتمشى اروح السوبر ماركت، بقرا كتاب في بره في الشمس، بعمل لي القهوه بتاعتي واقعد كده في قدام اي حاجه في البيت عندنا اتفرج عليها، بروق ظرف. يعني بعمل اي حاجه مش محتاجه الافورت المهول، ولا محتاجه بلانز، ولا محتاجه يعني حتى الجيم كان نفسي اقوله والله، بس ده متهيالي لا، انا محتاجه ان انا ابقى جاهزه وابقى عارفه اللبس اللي هلبسه واروح واركب العربيه واروح واركن واعمل. انا ده بالنسبه لي مثلا ده مش لود دوبامين. انا عايزه حاجه اللي هو تافهه بتتعمل هنا تفصلي دماغي، بمسك ورقه وقلم واقلد رسومات من اليوتيوب، يعني بعمل اي حاجه تافهه حواليا مش محتاجه اي افورت خالص، بس بحس انها بجد ممكن تفصلني دلوقتي عن الافكار الحاليه اللي موجوده في دماغي. واخر واحده فيهم بقى دي اسمها اصلا في علم النفس برين دمب. انت بتسيب مخك يبقى عبيط، فعشان اسيب مخي يبقى عبيط بمسك ورقه وقلم، اي فكره بتعدي على دماغي في حياتي الشخصيه مش في حياتي الشخصيه، في الشغل مش في الشغل، عن العيال، عن اي حاجه، عن العربيه، عن شرابي، اي حاجه بتعدي بكتبها. اول ما بكتبها بحس ان انا في حصل ايرور كده، بحس ان انا ابتديت اهدى، ابتدت الافكار تبقى ابطا، ما يبقوش اللوكشه مره واحده مع بعض، ابتدت الدنيا تهدى شويه. بلس ان انت بتدي المساحه لمخك انه بيعبر، فمش محتاج يكرر الحاجه كتير. وعلى فكره ده في علم النفس بجد، انت الايديا او الفكره بتفضل تتكرر لما مش بتلاقي ريسبونس يعني استجابه ليها. انا دلوقتي لما بكتب ده بدي لمخي استجابه، خلاص انا عرفت ان انت بتقول ان الشرابات مضايقينك ومحتاجين نروح نجيب شرابات تانية، خلاص كتبت الكلام ده فمش محتاجه زن هنا. فببتدي ان انا هدي مخي بجد كاني بربيه، بقول له اهدى ما تقلقش احنا كتبنا كل اللي احنا محتاجينه ده. في حاجه بقى اخيره عايزه ان انا اقولها يا جماعه، والله فكره الطاقه النفسيه انا عارفه ان هي محطوطه دلوقتي للاسف في حتتين اكستريمز قوي. يا اما محطوطه انه ايه الهبل ده، مفيش حاجه اسمها كده، ما ياما كلنا خلفنا وياما كلنا اتجوزنا وياما كلنا اشتغلنا، وتلاقي الناس اندر ريتد جدا بيها انه مفيش حاجه اسمها طاقه نفسيه، وتظبط وانشف وفك شويه ولا خد لك يوم اجازه وهتبقى زي الفل. واكستريم عكس ده انه انت محتاج تروح تتعالج، دي بوادر اكتئاب حاد، وتلاقي نفسك محطوط في حته اصلا خضاك منها. انا نفسي بعد الحلقه دي اكلمكم صراحه ان يا جماعه كلنا بيجي لنا الداونز دي، وكلنا بيجي لنا مود ان انا مش قادره اقوم اعمل اليوم الطبيعي، انا مش عايزه اعمله ومش قادره اضغط على نفسي ان انا اعمله اصلا، يعني انا واصله للمرحله دي عادي. الفكره كلها انه زي ما قلت لكم عشان خاطر نحمي ده محتاجين خطوات، وعشان نفهم حتى اللي احنا فيه ده محتاجين خطوات تانية، بس اتس نورمال. يعني اللي عايزه افهمه لكم ان مش معنى كده لو انت عندك اكتئاب ما تروحش لحد ثيرابيست او لايف كوتش او كده، لا لازم يو هاف تو. بس اللي بتكلم فيه ايه، انه خد وقتك فيها، يعني عادي. حاول تبقى اهدى شويه، حاول تقلل الشغل الايام دي، حاول بعد الشغل تروح بيتك تقعد مع نفسك شويه من غير اي سكرينز، يعني اسعى تعمل ده عادي، ما تبصش لنفسك. اصلا انا واحده من الناس يا جماعه لما بكتئب بغلط نفسي، بقعد اقول ايه ده ايه ده ايه ده،
انت عامله كده ليه؟ انت شايفه النعم اللي انت فيها؟ وبعدين مالك ما تنشفي، ما انت زي الفل، هو اي اكتئاب وخلاص؟ وبعدين لو كده يا ستي انزلي روحي اتمرني وروحي. فبحط بريشر على نفسي ازيد، اتمرن ايه ونيلة ايه؟ بقول لك مش قادره اقوم من على السرير، هقوم انا البس وانزل طب مش متمرنه فابتدي اعند مع نفسي اكتر، يبقى بكئب نفسي بنفسي دلوقتي. فالفكره ان انا ببسط الامور، خلاص انا مش قادره، عادي ما ببقاش قادره، عادي ابقى رايحه الشغل على فكره مش قادره ان انا اكوب مع بني ادمين دلوقتي واقعد ساكته، عادي اما ارجع من الشغل ان انا مش قادره اتعامل مع ناس فبحط الهيدفونز في ودني اسمع قران ولا اسمع اي حاجه وخلاص، عادي. يعني انا بقول لنفسي انه هي ايام وهتعدي واتس نورمال وعادي، وانا هفضل معترفه بيها ان هي ايام وهتاخد وقتها واي ويل ريكفر منها. الفكره بقى ان انا يعني ده اللي خلاني ان انا اتكلم فيها في الحلقه، ان انا ما كنتش عارفه ازاي اشحنها. انا كان بالنسبه لي طاقتي دلوقتي قلت، بس يعني ايه اشحنها بقى؟ وكنت بعمل دايما حاجات غلط بجد، يعني كنت بنزل خروجات بتقدر ازيد، انزل اقعد اقول ما انا شكلي وحش، ما انا شعري اصلا مش مظبوط، انا شعري بيقع على فكره انتوا عارفين كده، وافضل بقى ايه كل الافكار النيجاتيف تيجي في بالي. فقررت ان انا مش لازم اعمل الحاجات النورمال او الحاجات اللي الناس فاكره ان هي دي اللي بتفك مودي. يعني في ناس تقول لك لو سافرتي هتبقي كويسه، على فكره ساعات بسافر ومبقاش كويسه، ببقى معايا بنتي ومسؤوليات وتحضير شنط وتفضيه شنط ومش عارفه اكل ايه وعامله ايه، بحس ان انا شايله هم ازيد مثلا، مش ده اللي بيفكني دلوقتي. فابتديت اتعلم ان انا اعرف عن نفسي ايه اللي ممكن يفكني باقل مجهود عشان ما احطش بريشر على نفسي ازيد، ان انا محتاجه ابذل المجهود عشان اطلعني من اللي انا فيه، انا اصلا مش قادره يعني انا عايزه حد يجي يسحلني مش يشدني اوريدي. كنت حابه ان انا اقولها انه ما تصعبوهاش عليكم يا جماعه، واتس نورمال ان انت تبقى طاقتك ضايعه ورايحه في داهيه، خدوا وقتك لحد ما نطلع منها. خلاص استناكم في حلقه جديده نفصص حاجه جديده، ويا ريت تقولوا لي اي مشاعر عندكم في اليوم كده نفصصها مع بعض.